ازيكم واهلا بيكم في حلقة النهاردة هنتكلم عن ال EAA. ايه هو ال EAA وايه هو الاكل اللي بيكون فيه الاحماض الامينية الاساسية، وهل ال EAA بتساعد في تحسين ادائك في التمرين وهي ليها علاقة فعلا بالجوع، وكمان هشرح لك انت الجرعات بتاعتك ممكن تاخدها ايه وايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلك في ال EAA. كل ده هتكلم عنه، فمحتاجكم تركزوا عشان ما تفوتوش معلومة. يلا بينا نبدأ واحدة واحدة. ايه هي ال EAA؟ اولا جسمك فيه 20 حمض اميني، حوالي 11 حمض اميني فيهم جسمك بيصنعهم، والتسعة الباقيين جسمك مش بيصنعهم للأسف. والاحماض الامينية اللي موجودة في ال EAA هما الاحماض الامينية الاساسية التسعة اللي جسمك مش بيعرف يصنعهم لوحده. علشان كده ضروري ان انت تستخدم ال EAA لو انت مش بتدخل احتياجك من الاحماض الامينية الاساسية اللي هما التسعة. طيب الاحماض الامينية الاساسية دي هي بتعمل لي ايه؟ طبعا بتساعد في زيادة العضلات وبتزود من تحملك في التمرين. وكل حمض اميني ليه وظيفته الخاصة في الجسم، ومنهم حماية الاعصاب والمناعة والاستشفاء اللي هو الريكفري، سرعة الاستشفاء بتاعت العضلات بتاعتك بعد ما بتخلص تمرين. بتبقى في وجع في جسمك، الوجع ده بيقل شوية، مش بيروح تماما بس بيقل. برضو كمان بيتحكم في السكر في الدم، وبيستخدم الدهون كوسيلة للطاقة وزيادة تخليق البروتين في الجسم. طيب انت دلوقتي مش عايز تاخد EAA وعايز تدخل الاحماض الامينية الاساسية دول من الاكل، لازم ان انت تكون عامل البالانس في الدايت بتاعك عشان تقدر ان انت تدخل الاحماض الامينية دي. على سبيل المثال الاكل المتواجد فيه الاحماض الامينية الاساسية زي البيض والسمك والمكسرات والفراخ والكينوا والفاصوليا السوداء. طيب انت بتستفيد ايه من ال EAA؟ بالترتيب كده واحدة واحدة. اول حاجة ادائك في التمرين بيزيد وبيزود من نمو العضلات. تاني حاجة ال EAA بتزود تصنيع البروتين في الجسم، طبعا ده بيزود تحمل العضلات وقت التمارين العنيفة، وكمان بتزود وصولك لنتائج افضل واسرع. كمان في علاقة ما بين ال EAA والشهية والمزاج والنوم بتاعك. هو فعلا بيساعد السيروتونين على تنظيم الشهية والمزاج، والميلاتونين ده بيتاخد اصلا عشان تنام بعمق شوية، بيساعدك ان انت تنام احسن. طيب انت دلوقتي تستخدم ال EAA ازاي؟ يعني الجرعة بتاعتك تقدر تحددها على نفسك انت ازاي؟ لما بنحاول ان احنا نزود الكتلة العضلية بتاعتنا، فالنسبة تكون حوالي 1.4 إلى 2 جرام من البروتين لكل كيلو جرام في الجسم بتاعك يوميا. والنباتيين بيكون استفادتهم اكبر من ال EAA علشان البروتين النباتي مش بيحتوي على كمية كبيرة من الاحماض الامينية الاساسية مقارنة بالبروتين الحيواني. انت دلوقتي معاك السبلمنت ومحتاج ان انت تاخده. دراسات اثبتت ان انت الجرعة بتاعتك من ال EAA بتتروح من 10 ل 15 جرام كل يوم. طيب انت دلوقتي تاخد ال EAA امتى في يومك؟ الصبح ولا بالليل ولا قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ الوقت ممكن قبل التمرين او بعد التمرين او اثناء التمرين. انا ساعات بستخدمه اثناء التمرين واوقات تانية بستخدمه بعد التمرين. هل هو ليه اضرار؟ لو في حد عنده اي مرض او امراض مزمنة الافضل ان هو يسأل الدكتور اللي بيتابع معه. الامراض زي السكر وهشاشة العظام وتلف الكبد ده افضل ليك عشان ان انت ما تاخدش اي حاجة تأثر على الصحة بتاعتك. كده نكون خلصنا شرح ال EAA. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وسيب كومنت لو محتاج اي فيديو نتكلم فيه عن حاجة معينة انت عايزها، وهتلاقي فيه بلاي ليست عن اهم 8 مكملات ممكن تستخدمهم، هتلاقيها في اخر الفيديو. خش شوفها حالا.